لأنهم سئموا من الألعاب القتالية والعنف، اختار شباب في النجف رياضة الباركور الجديدة على العراق ليدخلوها إلى النجف، متخذين من جدران المنازل في المدينة حواجز يقفزون من فوقها لممارسة هذه الرياضة، عوضا عن الحواجز، ما جعل نهاية التنافس غالبا ما تنتهي إلى مراكز الشرطة. منتظر رشيد معه التفاصيل. رياضة الباركور التي تعني بالعربية فن الهروب من الرياضات الجديدة التي تمارس في أوروبا وأمريكا، لكنها وجدت طريقها أخيرا إلى العراق وإلى مدينة النجف تحديدا. مهند مع مجموعة من رفاقه الشبان كونوا فريقا عراقيا نجفيا للباركور. العنف هو موجود بكل مكان، فاحنا ردنا نبتعد عن العنف، لقينا هاي اللعبة شوي بها حرية أكثر، بها ممارسة أكثر للشغلات الجسمية، مرونة، قوة، سرعة. حبيناها لأنه لعبة يعني هي تونسنا، هي تطلعنا من المود الدائم اللي احنا موجودين به، العصبية والعنف والقتال بيناتنا. غالبا ما يقضي أعضاء هذا الفريق أوقاتهم في السجن لأنهم يمارسون رياضتهم في الشارع، وهو أمر لم تعتد قوى الأمن مشاهدته في شوارع النجف. نريد نمارس هاي اللعبة بحريتنا بدون ما واحد يأذينا ويحاكينا، لأن احنا اللعبة هاي مالتنا ما تأذي واحد، بالعكس تنمي شباب. أحسن ما تروح لغير أماكن، أحسن ما تتوجه غير توجهات، تمارس رياضة وتكون بصحة زينة وعقل سليم، أوجههم أنا الحمد لله بأفكار طيبة للخير إن شاء الله. يضم فريق الباركور هذا مجموعة من الشبان النجفيين دائمي الإقامة، منهم والمغتربين العائدين إلى العراق بعد التغيير عام 2003. مجد الذي ولد من أب عراقي وأم سورية أحد أعضاء هذا الفريق. نتمنى بس يعني يلتفتوا لنا، أو لأنه يعني نحن كثير بس بدنا رعاية، نحن يعني مستعدين نبدع، بس ما في أبدا اهتمام. يعني معظم هؤلاء الشبان كانوا يمارسون الألعاب القتالية، لكنهم كما يقولون سئموا من العنف فتحولوا إلى الباركور. يبدو أن هؤلاء الشبان نجحوا بامتياز في إدخال رياضة الباركور إلى العراق عبر بوابة النجف ذات الطابع الديني المحافظ، التي باتت شوارعها هذه الأيام تشهد لأول مرة في تاريخها رياضة كهذه. من النجف منتظر رشيد، العربية.